النهارده احنا في بريكو قررنا نزور جمعية التثقيف الفكري بالإسماعيلية، نقضي شوية وقت مع أعز الناس من أصدقائنا أصحاب الإعاقة الذهنية. والحقيقة إن الجمعية بترعى ذو الهمم رعاية اجتماعية وصحية وترفيهية، رعاية متكاملة، وده من خلال مجموعة من الأخصائيين على أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص، وده اللي خرج منهم أبطال في الرياضة حصلوا على جوائز في مسابقات عالمية، ده غير النشاط الموسيقي والغنائي. ازيك يا استاذة نادية؟ أهلا وسهلا بيكي. يبقى حضرتك عضوة مجلس الإدارة للجمعية. أولا أهلا وسهلا بيكم، وانت شرفتونا بتواجدكم وشرفتونا بهديتكم من شركة بريكو، ومش عارفين نشكركم ازاي، لكن احنا ما ينفعش نشكركم، شكركم عند ربنا، جزاكم الله كل خير على اللي بتعملوه مع فئة المعاقين ذهنيا. احنا جمعية التثقيف الفكري لدعم وتنمية المعاق ذهني في إسماعيلية. احنا عندنا 57 حالة إعاقات ذهنية مختلفة، ما بين داون ساندروم وبين حالات أوتيزم وتأخر تعليمي. معانا طاقم متخصصين كلهم بيشرفوا على الولاد. احنا عندنا 4 فصول حسب الحالة الصحية بتاعت الحالة اللي موجودة معانا. أمانة انتوا أسعدتونا كلكم، أهلا وسهلا بيكم. أنا عبد الله أحمد عبد الرحمن، بطل أولمبياد أبو ظبي 2019، بطل جمهورية تنس طاولة، وحابب تاريخ بلدي. شاركت في برنامج عباقرة قادرون باختلاف، والكاتب الصابر يوسف أطلق علي لقب جابرة العباقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد فاخري، أنا 14 سنة. أنا رحت أمريكا عشان أدرس، بلعب كرة قدم. بس أنا معادي رحت البطولات، يعني رحت الدوري كاس السوبر. سليمة سعيد صالح، ماجستير في التربية الخاصة جامعة قناة السويس، وبحث الدكتوراه في التربية الخاصة. بتعامل مع الفئات الخاصة من سنين، يعني بقالي أكتر من 17 سنة في المجال. خلال السنين دي كان طبعا في يعني احنا عندنا معظم الحالات حالات إعاقات ذهنية. تفتكري موقف كان صعب مر عليكم في الجمعية وانتوا قدرتوا تسيطروا عليه ووصلتوا مع المرحلة دي أو الحالة دي في تطور إيجابي وملحوظ؟ هو في حالات كتير كانت جاينا كمان فكرة الحركة، وابتدى مع جلسات التخاطب والمهارات ابتدى يبقى فيه حصيلة لغوية عنه. حلو قوي، وانتوا بتقوموا بدور عظيم بجد. يعني انا مبسوطة بيكم قوي وانبهرت من طريقتكم في التعامل مع الأطفال، فبجد ربنا يجازيكم كل خير، وشكرا ليكم على اليوم الجميل. الحقيقة احنا كنا جايين بنحاول نقدم لأحبابنا من ذو الهمم حاجة تفرحهم من شركة بريكو، لكن المفاجأة انهم هم اللي أسعدونا وطبطبوا علينا وقدموا لنا طاقة إيجابية جميلة فرحتنا وخلتنا نلعب ونجري معاهم في الجمعية، خلونا نحس ان احنا مش عايزين نسيبهم ونمشي، وده اللي خلانا نوعدهم ان احنا هنقرر الزيارة ليهم، ولكل جمعية بترعى ذو الهمم، وده دورنا في بريكو.